في قرية صغيرة في صعيد مصر، الناس بتسميها أرض الصمت، مش لأن مفيش أصوات، لكن لأن أي حد بيخش جوه بيختفي تماما للأبد. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. أول مرة سمعنا عنها كانت من 15 سنة. راجل كبير في السن قال إن ابنه كان بيعدي من هناك وهو راجع من السوق، ومن يومها مفيش أثر ليه، لا جثة ولا هدوم ولا حتى أثر في الأرض. الناس في القرى اللي حوالينا وحوالينها بيحلفوا إنهم بيشوفوا أضواء غريبة وسط الضباب اللي بيطلع بالليل، وأصوات همس جاية من بين البيوت المهدودة. وفي حكاية إن المكان ده كان زمان معسكر سري، واللي يدخله بيشوف حاجات تخليه يفقد عقله قبل ما يختفي. اللي غريب إن الشرطة نفسها بتتفادى تدخله، وفي الخرائط الرسمية القرية مش موجودة أصلا. في شاب مغامر حاول يصور فيديو هناك، الكاميرا فضلت تسجل 7 دقايق، بعدين الشاشة اسودت وسمعنا صوت واحد بيهمس: انت كنت جاي ليه؟ لحد النهاردة محدش يعرف القرية دي موجودة فين بالظبط، لكن في ناس بتقول لو سمعت اسمها بالليل هتكون انت الضحية اللي جاية. لو عندك اي حكاية مرعبة قولها لنا في الكومنت، ممكن تكون هي الفيديو اللي جاي. وما تنساش الاشتراك واللايك علشان الرعب لسه في كتير.